السلام عليكم، كي راكم دايرين البنات؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. لنهار اليوم درت مع خواتاتي هاد الميني بطبوط يجي ولا اروع. هذيك لا بات تجي خفيفه، جينا فارغين من الداخل. بحشوه نخدموها، درت حشوه الدجاج تاني تجي بنينه تذوب ذوبان. يجي هاد البطبوط ولا اروع، ما يجيناش ناشف، يجينا يذوب في الفم. يلا همي ما عجبتك الوصفه ارواحي نحضروه مع بعض. نبدو على بركه الله. انا غادي ندير كاس تاع الحليب كيما راكي تشوفي حبيبتي، وندير نصف ملعقه تاع خميره الخبز. ها هي هنا نص ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وندير كذلك ملعقه تاع سكر كما راكي تشوفي حبيبتي. ندير ملعقه تاع السكر ونضيف معاها كاس تاع السميد اللي يكون رطب. هذا هو السميد الرطب، شوفوا هذا الرطب كاع التالي. درت هنا كاس تاعي تاع السميد، وهنا نولي نخلط هنا جميع المكونات ونخليهم يتفاعلوا لمدة 10 دقائق. وصفة سهلة وخفيفة ما شاء الله عليها، توالمنا في يومياتنا الرمضانية. كما قلت لكم بدلوا هكا شوية من البوراك والسوفلي، كل يوم نديرو شكل. نخلط هنايا ونخليها تتفاعل لي لمدة 10 دقائق. تكون نغطوها ونخلوها تتفاعل باش نعاودو نولو نلموها بالفارينة. يلا اختاه، الى عجبتك الوصفه تاعي تاع نهار اليوم ما تنسينيش حبيبتي بالجيم، ونقول خواتاتي اللي دخلوا عندي جديد ما تنسوناش بالاشتراك في القناه لكي يصلكم كل جديد. كما راكي تشوفي ميمه هنا خلطتها جيدا وخليتها تفاعلتني. هنا بعد مرور 10 دقائق نجي نضيف لها الملح. كما راكي تشوفي حبيبتي ندير هذيك الرشه تاعي تاع الملح وندير الفارينه. هنا غادي تديري كاس قريب كاسين تاع كنا درنا كاس سميد، غادي تديري تقريبا 2 كيسان تاع الفارينه باش نلمو لاباط تاعنا، ونقعدوا نلمو في لاباط تاعنا بالتدريج بالاضافه تاع الفارينه. ما نديروهاش دفعه واحده، نديرو الفارينه تاعنا بالتدريج حتى تتلمنا لاباط وتجينا اون بات متماسكه كيما تاع نخدموها للمطلوع، ما هي يابسه ما هي جاريه، كيما اللي نخدمو بها المطلوع. هنا نخلط هنا جيدا ونلمها. وهنا بعد ما لميت لاباط تاعي شوفوا نعطيها دلكه خفيفه هكا، نعطيها تدلكه ولا 2 دلكات الله الله كيما راكم تشوفوا باش نخليها ترتاح. كما نعرفوا لاباط تاع المطلوع كاع تبغي تدليك. بعد ما ارتاحت لي هنا لاباط خليتها ارتاحت لي لمده ربع ساعه، نجي هنا على طاوله العمل تاعي ندير شويه تاع الفارينه ونحل لاباط تاعي. ما نحلوها رقيقه بزاف، ما نحلوها غليظه، نحلها هكا بالحلال. هنا درت شويه تاع الفارينه، من بعد تاني نزيد نضيف لها شويه تاع السميد اللي يكون رطب. ندير مزيج من الفارينه والسميد، ممكن تحليها غير بالفارينه وممكن تحليها غير بالسميد. هنا درت رشه تاع السميد ونبقى نقطع فيها هكا دوائر. هنا انا غادي ندير دي ميني بطبوط، ثم غادي نصغر في الحبيبات تاعي. انت كيما بغيتي المهم جات هنا لي مول تاعي ونشوف الحبه اللي راني بغيتها. انا جبت هذا المول وهكا نقطعها دوائر. عمليه سهله وبسيطه. ها هو السمك تاع الحبيبه تاعي تاع البطبوط، ما هي غليظه ما هي رقيقه، تاني كون ترقيها بزاف راح تيبس معاك من الطيب لك. هنا نجيب انا هنايا عندي ان بابي سلفوريزي كما راكم تشوفوا، نحطه ونحط عليه الحبيبات تاعي. عندي ورقه طهي ونحط عليه كاع الحبيبات اللي قطعتهم. وهذيك لاباط تاني اللي تبقى لي نعاود كاع نجمع العجينه تاعي كاع لهداك المتبقي، نعجنه ونخليه يرتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ونعاود تاني نحلها ونقطعها دوائر تاني تكمل لي لاباط. شوفي هنا ميمه قطعتها كاع، شوفوا هنا ها لميتها دلكتها شويه خليتها ارتاحت وعاود حليتها، ونعاود نفس العمليه. شوفوا ما شاء الله كنا كتخليها تريح راح تنحل معاك بسهوله وتتقطع لك تاني بسهوله. هنا انا غادي نكمل كاع لاباط اللي عندي
وهنا هي حبيباتي بعد ما كملت غادي هنايا نجي لاباط تاعي نغطيها ونخليها حوالي ما بين 10 دقائق ولا ربع ساعه، ونقعد نطيب في لاباط تاعي، ما تخلوهاش اكثر. هنا غادي نطيبوا الحشوه مما دائما تقعد لك اختياريه. انا ندير هنا غادي ندير حشوه بالدجاج. هنا عندي حبه بصل كبيره كنت قطعتها هكا مربعات صغيره، ونقليها مليح 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 حتى يدبل معايا هذاك البصل ونتحصلوا على داك اللون الذهبي. نقليها مليح هنا في مقلاة باش نضيف لها. هنايا عندي بولي هنا اشي، عندي دجاج مرحي درت له شويه تاع الحروس كينجبير لي زيبي سبيسيال تاع الدجاج، ودرت هنايا الثوم، درت ما قزبر مقطع رقيق، وخلط هنا بلا ما نسو حقا 2 فصوص تاع الثوم. عطرت الدجاج تاعي ودرته هنا يتقلى عادي. انتي الا ما عندكش لي زيبيس تاع الدجاج المهم ديري شويه تاع الكمون. نخلط هنا جيدا كما راكم تشوفوا، ونخليها طيب لي على نار هادئه حتى يطيب معايا هذاك الدجاج. والحشوه دائما مهمه كيما نقول لك تقعد لك اختياريه. هنا بعد ما طاب معايا شوفوا هذاك الدجاج ونشف معايا ما طلقليش الماء. نجيب انا هنا عندي حبيبه تاع الفخوماج، هنا اي فخوماج عندك ديري. انا عندي هاد المربعات تاع الجبن، درت حبيبه هكا في وسط لافاخس وندوبها نخليها تذوب مليح مليح مع هذيك لافاخس تاعي. يجي ولا اروع. نبنوا الدجاج تاعنا باش ما يجيناش الدجاج ناشف في البطبوط، لازم تكون الحشوه هكا كريميه. كما نعرفوا الخبز تاع البطبوط يجي ناشف. درت انا هذاك المربع وغادي نضيف له كاضافه عندي شويه من الكريمه السائله، نضيف هكا شويه فقط حوالي 4 مغارف كبار، ونخلطها ونخليها جانبا حتى تبرد معايا لاباط تاعي. نروحو نشوفوا مع بعض البطبوط تاعنا يكون خمر معانا. كيما قلت لكم تخلوه من 10 دقائق حتى ما تفوتيلهش ربع ساعه. هنا ها هو البطبوط بعد ما فاتت 10 دقائق. نجيب انا هنايا ندير مقلاة تاعي ولا ندير الطاجين ونطيب فيه البطبوط. راه جاهز هنا معايا. هنا خليها تسخني مليح، نجيب المقله تاعي ونطيب فيها البطبوط. طريقه سهله وبسيطه. نجيب نحط هذوك البطبوطات تاعي. والسر هنا تاع البطبوط في الطياب. هنا كي تحطي الحبه تاعك ما تخليهاش حتى تحمر من الاسفل وتيبس. كي تخليها طيب لك من تحت وتحمر كيما نقولوا كي تحمر من الاسفل ما راحش تتورق معك كي طيب، ما غاديش تتقنفلا ما تطلعش. راكي فاهمه ما تجيكش فارغه من الداخل. هنا شوفوا غير حطيتهم قعدت ميم با دقيقه ونقعد هكا نقلب فيهم. تقعدي تقلبي في الحبيبات تاعك حتى تشوفوهم حماروا دوك غير وحدهم ينتفخوا كيما البالونه يجونا فارغين من الداخل. ما تخليهمش يطيبوا بزاف من تحت. قعدي غير هكا تقلبي تقلبي حتى تشوفيها صاي حمارت خدت هذاك اللون الذهبي وطاب وانتفخت وطلعت معاك. كي تشوفيها طلعت معاك صايبه كيما راكي تشوفي راني غير نقلب فيهم. راهم بداو هكا ينتفخوا معايا وحماروا لي من الاطراف شويه. ها هما مادامني نقلب شوفي راني نقلب فيهم هما راهم يطلعوا معايا هكا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي تاع البطبوط. شوفوا ما شاء الله بداو ياخذوا لي في هذاك اللون الذهبي وينتفخوا معايا. شوا هنا النار نديروها نقصين النار ما تقوي لهمش النار بزاف باش يطيبوا لك تحصلي على هذاك اللون الذهبي وينتفخوا معاك. هذا هو السر تاع البطبوط. لازم تقعدي غير تقلبي فيه حتى يطيبوا وينتفخوا. يلا هميمه اذا عجبتك الوصفه تاعي نهار اليوم ما تنسينيش اختاه بالجيم. ونقول خواتاتي اللي دخلوا عندي جدد نقول لهم مرحبا بكم. هنا بعد ما كملت كاع البطبوط تاعي وطيبته شوفوا ما شاء الله طاب لي وانتفخ ما شاء الله. نجيب انا هذيك الحشوه اللي كنت خليتها هكا جانبا. ها هي وينه بعد ما بردت معايا حشوه الدجاج ولا اروع جات تشهي. وعندي هنايا شويه تاع الجبن المبشور للتزيين فقط. وعندي هنا لي صوص، عندي هنا صوص مايونيز وعندي هذيك صوص ساموراي.
هنا كيما بغيتي ديري لا مايونيز، بغيتي ديري صوص بلانش، كيما بغيتي. الحشوه دائما نخليها لكم مما اختياري. انا فضلت ندير هذوك المايونيز وصوص ساموراي باش هكا ما يجيش البطبوط تاعنا ناشف. مع لي تاني لافاخس راها ما شاء الله راها مشربه. نجيب هذيك صوص ساموراي كيما راكم تشوفوا، ندير هكا شويه في الخبيزه تاعي وندير شويه من الحشوه كيما نديرو كاع البطبوط. بغيت نشارك مع اخواتي هذا الروتين تاع نهار اليوم، قلت خلي نشاركه مع خواتاتي. نبغي هكا نشارك معكم اي حاجه هكا نديرها في المطبخ. ان شاء الله برك تعجبكم هذه الوصفه السهله البسيطه. هنا عندي شويه تاع الجبن هكا نديره كتزيين للحبيبه تاعي تاع البطبوط. ممكن تري ديري دي ترونش هكا تاع فرماج لداخل، ممكن ديري هكا ديري شويه تاع سلطه تاع لوراك، تفرشي السلطه والمايونيز وتحطي فوقها هذيك الحشوه. التزيين يقعد لكم كيما بغيتي. الحشوه عمريها كيما جاتك في راسك عمريها. انا مرات ندير هكا ندير سلطه هكا نقيها مليح مليح ونقطعها هكا صغيره ونديرها في وسط الحبيبه تاعي تاع البطبوط مع شويه تاع المايونيز مع الحشوه تاعي تاع الدجاج، وندير تاني شويه تاع الطوماطيش شويه تاع الفرماج. تجي ما شاء الله. نعمر كاع هذيك الحبيبه تاعي تاع المطبوط، نعمرها مليح باش ما تجينيش فارغه ونزينها. هذا هو البطبوط تاعي. انا غادي نكمل كاع هذوك الحبيبات اللي عندي تاع البطبوط ونشوفوهم انا وخواتاتي على طاوله التقديم. وهنا حبيبتي ها هو البطبوط تاعي تاع نهار اليوم. جاء ما شاء الله، جا خفيف وبنتو بنا بعجينه ولا اروع. تجي خفيفه وتجي فارغه من الداخل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. ما تنساونيش اخوات الجيم. نجيب لكم هنا حبيبه هكا تشوفوها كي جات ما شاء الله. طابونا علامه وجاو خفاف وأومينطون بنان. هذا ما يليق لكم مع هذاك البول تاع الحريره. شوفوا ما شاء الله. هنا نجيب حبيبه هكا نقسمها معاكم تشوفوها كي جات. في الحقيقه راها باينه بصح مي نبغي هكا نقسمها مع خواتاتي يشوفوا الشكل تاعها النهائي. دائما نبغي نوريكم الشكل النهائي. نقسمها هنا معاكم. شوفوا ما شاء الله ديك الحشوه راها طريه. ميم لاباط ما شاء الله. لاباط راها فارغه من الداخل. البطبوط راه فارغ من الداخل ماشي معجن ولا اروع. شوفوا ديك الحشوه راها تذوب الذوبان. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم اخواتي، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.